اروحوا نحكوا كرة قدم على الماتش تاع اليوم وعلاش ما مشاش في البريمير ميطو والاخطاء اللي طاح فيهم بيتكوفيتش. هذا انتقاد مبني على واش شفت ويرحم باباكم اللي ما راش حاب يسمع الانتقاد ما يجيش يعرق عليا في لي كومونتير باللي انت ضد المنتخب. اولا علاش ما قدرناش نصنعوا فرص في الشوط الاول وعلاش ما بانش عمورة كامل. الحاجه الاولى بيتكوفيتش غلط في وضع عمورة كراس حربه. هذا الماتش كان تاع بونجاح وعمورة الي غوش. بيتكوفيتش كي حط عمورة كراس حربه قدم هديه من ذهب للكونغو الديمقراطيه لانه من غير المعقول الجوار اللي عنده سرعه خارقه كيما عمورة تحطه في البوكس قدام لي ديفونسور اللي كل واحد فيهم 190 سنتيم على الاقل في وقت عمورة فيه 1.5 متر. وراكم شفتوا كي دخل بونجاح ولا افون سونتر وهو رجع اغوش كيف تحركت هذيك الجهه ولا عندنا فرص خطيره. ثانيا تقول لي علاش ما بانش مازا اليوم؟ راك سيريو كيفاش راك حاب يبان جوار نيميرو 10 وما عندوش افون سونتر معاه؟ مع عمورة ما تمشيش باسكو يحتاج واحد يلعب بظهره ويتسند عليه وافضل بروفيل لهذا اللعب هو بونجاح. ثالثا محرز اليوم كان كارثه لي بالاريتي وحتى لي سونتر والو كامل بريمير بوطو ولا لي ديفونسور تاع الكونغو. ونروحوا نرجعوا لراس الحربه محال ينجحوا لي سونتر وانت ما عندكش افون سونتر. اما اخر نقطه هي ماندي وبالسبعيني. اسمح لي هادو الزوج كارثه في الكرات العرضيه. البال اللي تجي دير في بالك بلي كاين خطوره في البريمير ميطو 4 خطرات يتفوقوا عليهم حتى دخل بالعيد باش مد الامل للمنتخب الوطني. ان شاء الله هادو الغلطات يكون بيتكوفيتش انتبه لهم وما يزيدوش يتعاودوا باسكو نخلصوها غاليه.